مش عيب انك يبقى عندك عيب، غلطتك الوحيدة انك ما تعترفش ان انت عندك عيب. كارثة كبيرة جدا في حياتك، انت مغمض عينك عن العيب اللي عندك ومش قادر تعترف بيه، وعمال يعني بص تخبط في كل حاجة في حياتك، مشاكل في بيتك، مشاكل في شغلك، مشاكل يا جدع ما بينك وما بين نفسك، ومش قادر تعترف. مفيش بني ادم في الدنيا كامل، مفيش بني ادم في الدنيا 100% يعني بيرفكت، مفيش بني ادم ما عندوش مشاكل، لكن في بني ادم بيدمر حياته لمجرد ان هو شايف نفسه كامل. عشان كده انت لازم تعترف بالعيوب اللي عندك. كل ما انت ما تعترفش بيها بدأت تزيد عندك، تحولت لفوبيا. مش عارف تتكلم، واحد قال لك اتكلم بتموت. مش قادر تبقى اجتماعي، اول ما تبقى في وسط الناس ما انتش قادر. اعترافك بعيبك يا جدع هيخليك تبقى بني ادم تاني، على الاقل هتروح لنفس الحاجات اللي هدد ثقتك بنفسك وراحتك النفسيه، وهتحس ان انت بني ادم طبيعي. عشان كده اعترف دلوقتي ما بينك وما بين نفسك انك عندك العيب الفلاني، وبسرعه اجري عشان تغيره، عشان ترجع لنفس الحاجات مصادر التهديد في حياتك. وما تيجي تتعامل معاها تتفاجئ باجمل مفاجاه في الدنيا، ان انت ما عدتش بتتاثر. عشان كده فورا حاول تعترف انك عندك عيب. مش عيب والله، لولا ستر الله ما كنا ظهر فينا عيوب.